اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من البرنامج المختلف المتميز الجديد. كل الكلام اللي انت عايز تقوله ايه ده؟ اول مره اكون عامل فيديو انا عندي نفسي ميكست فيلينجز، يعني هل اللي بيحصل ده صح ولا اللي بيحصل ده غلط؟ فتعالوا نتفرج مع بعض ونعلق كده واحده واحده. الموضوع بدا في برنامج شارك تانك بفيديو لذيذ جدا عنوانه عندهم 12 سنه قرروا يفتحوا بيزنس. فانت بدايه الفيديو كده تبتسم وهتشوف يعني اطفال بسم الله ما شاء الله بتلمع الينز، وهتسمع كلام يعني انا نفسي خدت فتره على ما افهم ايه اللي مين ده، مين حضرتك، ايه ده، والولد بيتكلم كنت حاسس ان انا عايز اقدم له السي في بتاعي. فتعالوا نتفرج مع بعض. مش مهم المزيكا، خلونا نشوف الدخله كده نجريها شويه. هو عباره عن اطفال بسم الله ما شاء الله كلهم شبه حسين فهمي، كلهم شبه حسين فهمي من سلاله عريقه. خلينا نتفق ان الاطفال اللي تحت دي من سلاله اطفال محترمه ومن سلاله عريقه مصروف عليهم، مصروف على حماهم. العيال دي كانت بتستحمى بشامبو جونسون. بص المنظر، شايف المنظر ده طبيعي؟ هل احنا بنشوف الاطفال دي في العادي؟ لا بسم الله ما شاء الله عشان ما نبقاش بنحسدهم. هو الاطفال دي عامله مشروع اسمه حاوي، مشروع هوديز. بس قبل ما نبدا انا عندي ميكست فيلينجز. ليه؟ لان هل ده صح ولا غلط؟ يعني هل صح ان اطفال عندهم 12 سنه يبقوا بيعملوا بيزنس ويبقى ده تفكيرهم ويبقى ده اللي احنا عايزينه وعايزين نعمل فلوس؟ طب نفترض ان الاطفال دول عندهم طموح وعندهم هوايه ان احنا نعمل بيزنس، فبابي ومامي بيدلعوهم ويلا نساعدكم. هل اخدك لحد برنامج شارك تانك عشان اطلب بقى منحه وان احنا نزود الفلوس اللي بتجيلنا؟ هل اخدك للاكستنت البعيد ده ولا اديك السبورت على قد شغلك؟ يعني هل كلنا هنبقى مبسوطين لو الاطفال اللي في السن ده سايبين بقى اللعب والخروج والانبساط والطين والكوره والرياضه؟ برضو اجابه السؤال ده هسيبها لحد من لجنه الامومه والطفوله واللجنات الكتير اللي موجوده، هم اللي يحددوا لنا برضو ويفهمونا. مش بقول ان انا مع او ضد، انا عندي ميكست فيلينجز، بس انا بحب الولاد دي قوي. فتعالوا نتفرج عليهم بقى، كفايه رغي. انا عندي 12 سنه وانا سي او اند فاوندر اوف حاوي. ايه لا نرجع تاني معلش، اعتبرني ما قلتش حاجه. هاي شاركس، انا اسمي عبد الله، انا عندي 12 سنه وانا سي او اند فاوندر اوف حاوي. انت ايه يا عبد الله؟ سي او اوف حاوي؟ عبد الله انا كلمه سي او دي ما اعرفش يعني ايه لغايه دلوقتي. انا عندي 35 سنه ما اعرفش يعني ايه سي او. عبد الله اعذر جهلي، وضح لي اكتر. اكيد حد من الولاد اللي جنبك هيوضح، اكيد في دعابه في الموضوع. انا ياسين، انا برضو عندي 12 سنه وانا سي اف او اند كو فاوندر اوف حاوي. يعني انا مش فاهم سي او تقول لي سي اف او؟ انا اسمي اليكس وانا برضو عندي 12 سنه وانا السي ام او والكو فاوندر بتاع حاوي. انا دلوقتي عندي 3 اطفال زي الورد، واحد فيهم سي او، واحد فيهم سي اف او، والتاني سي ام او. انا كل معلوماتي عن السي او ان ده الراجل اللي بيجي مره في الاسبوع بيمضي طلبات الاجازه في الشركه وما بنشوفهوش، بيعدي كده في الشركه بيجي يمضي بيرفض، ده اللي بيرفض الزيادات وبيرفض. دي معلوماتي عن السي او. حضرتك شلت بقى حروف في النص وحطيت سي ام او سي اف او، فاحنا لازم الاول نثقف. تعالوا الاول نبص كده. سي او مينز مبدئيا حضرتك لو حضرتك من جيل 1980 لحد جيل 1995 اللي هم الميلينيالز، انا عارف ان الكلمه بتعمل لك شويه هوس لان لما بيجي زياره الدنيا بتتقلب وكده. فسي او طلعت يعني تشيف اكزيكتيف اوفيسر. انا لغايه دلوقتي مش يعني انا مش عارف برضه، بس تبقى انت فاهم لما حد يسالك قول له ده التشيف اكزيكتيف اوفيسر. بيعمل مش مهم. ما بقول لك ايه، طب لو شلنا الاي وحطينا اف هيبقى تشيف فاينانشال اوفيسر. فاينانشال اوفيسر عارف يعني ايه؟ بقول لي في الكومنتات عشان برضه مش عارف بيعمل ايه. طالما تشيف تقريبا تشيف دي رتبه، يعني تشيف دي زي لواء، انا تشيف في حته اعلى. واللي انا فاهمه ان السي او اعلى من السي اف رتب بقى، يعني ده يقول له يا فندم يقوم يقف لما ده يخش. حاجات انت مش هتفهمها يا موظف يا بائس، عشان نبقى برضو تبقى حلقه تعليميه لينا كلنا نفهم ايه اللي بيحصل. سي ام او بقى يعني تشيف ماركتنج اوفيسر، ده انا فاهمه، ده بتاع الماركتنج. ما اعرفش بقى رتبته اعلى من الفاينانس، يعني مين فيهم بيقعد في الهرم؟ في هرم وظيفي في 3 تشيف، اذا انا عندي 3. تعالوا نرجع للحلقه وما تحرجنيش في الحته دي بالذات. احنا الاسك بتاعنا النهارده 100,000 جنيه مقابل 20% اكويتي من شركه حاوي. انا ما زلت عندي ميكست فيلينجز. هل صح ان 3 اطفال عندهم 12 سنه يعينوا نفسهم سي ام او وسي اف او وسي اي او ويروحوا برنامج هل احنا كده بنلعب في اساس الطفوله، فكره الطفل نفسه؟ انا ما احبش ابدا ان انا الاقي قرايبي أو اطفال عامه، بما ان انا عندي برنامج اطفال، يعني ما احبش اجي اسال طفل انت نفسك تعمل ايه دلوقتي، فبدل ما يقول لي العب كوره او اروح جنينه الحيوانات يقول لي افتح شركه واعمل هوديز. بس خلونا نعلق على اللي احنا شايفينه برضو لان الشباب دي فظاع. احنا لقينا مشكلتين، هما ان احنا اولا مش لاقيين مقاساتنا كتينيجرز، وثانيا عايزين نشتري هدوم ولبس باحسن كواليتي بس بسعر متنافس. مبدئيا انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، مع احترامي ان حضرتك سي ام او او سي اي او او وات ايفر، الهدوم مقاسك موجوده في كل حته. انت لو رحت اي حته هتلاقي هدوم مقاسك، انت مقاسك قد كده. انا كنت باخد هدوم اخويا الكبير. هل دورت في دولاب اخوك الكبير كبدايه؟ ما دورتش. يبقى المشكله عندك انت. ده رقم 1. رقم 2 عايز اقولها لك برضو، مش عايز افاجئك، انت مش تينيجرز. يعني خلينا برضو على جوجل، كله بجوجل النهارده تينيجرز ايج رينج اهو من 13 ل 19. انت عندك 12، ما تلخبطنيش، ابوس ايدك. احنا في حاوي مش بس بنبيع لبس، احنا بنساعد البيئه بان احنا بنعمل هدومنا ب 99% قطن طبيعي مصري. برضو عندي احساس ان حد قايل لهم يقولوا كده. يعني انا مش داخل دماغي ان في اطفال عندها 12 سنه مهما وصل ليفل تعليمها ان هي تبقى فاهمه اللي بيحصل. ده كلام ناس كبار حاطينكوا واجهه. اتمنى ما يبقاش كده، اتمنى ما يبقاش البيزنس ده كده. بس يعني انا عندي ميكس فيلينجز، يعني انا كل سبورت والله. حاجه عندها 2 يونيك بوينتس.
المهم ان احنا اولا بنستهدف جمهور واسع، بان احنا عندنا مقاسات اطفال من سن 8 ل 11. لو تلاحظوا هتلاقوا ان بتاع الماركتنج بيتكلم في ماركتنج، بتاع الفاينانس بيتكلم في فلوس. بجد في سيناريو ماشي لذيذ جدا، وهم هو انتوا الينز الكلام ده، انتوا الينز. ما انا ابن اختي قدكم، مش هقول لك ما يعرفش يعني ايه سي او، ما يعرفش يعني ايه سي. يعني انا ابن اختي بيتلخبط في حرف السي والبي، وانت حضرتك جاي تقول لي سي او، ما انت برضو ما تنرفزنيش. في اول شهر لينا بعنا 40 قطعه لبس وعملنا ريفينيو 24000 جنيه. في حاجه فيشي في البرزنتيشن ده، يعني البرزنتيشن ده بتاع كبار. ما تقنعنيش ان انتوا عندكم 12 سنه وعارفين الكلام ده كله. بتقول مهما كنتوا متعلمين فين؟ ما حد يقول انتوا طب قول لي انت انا هروح اقدم دلوقتي دبلومه في الحضانه اللي انت او المدرسه بتاعت الابتدائي بتاعتك. محتاج افهم بجد. وبعدين برضو انا عايزك تراعي حاجه، حضرتك عايزك تراعي ان وانا قدك برضو كان عندي مشاريع. يعني انا وانا قدك فكرت في مشاريع كتير جدا. اولا فكرت ابيع السندوتشات اللي ماما كانت بتعملها لي في كيس السندوتشات في المدرسه باوفر هيد. كنتش عارف يعني ايه اوفر هيد، بس فكرت في الفكره. نزلت اشتريت ايس كريم من السوبر ماركت، وكنت بزود على كل واحده نص جنيه ثمن توصيل وثمن خدمه ببيعه لاخواتي. فكلنا كاطفال كان عندنا مشاريع. يعني انت برضو خلي بالك، انت وانت رايح احنا راجعين. بس انا وقتها ما كانش في عندي شارك تانك. انا كنت بقول لبابا محتاج ليكويديتي. ازيك يا بابا؟ انا السي اف او اوف وليد ايس كريم، محتاج 30 جنيه دلوقتي انزل اجيب بيهم 15 ايس كريم ابيعهم لاخواتي، هرجع لك فلوسك خلال شهر قبل ما الايس كريم يسيح. راعي شعور يا بابا، عيب كده. في 2025 بنستهدف ان احنا نبيع 400 قطعه ونعمل ريفينيو 270000 جنيه. حتى الشارك اللي معاهم مستغرب كلمه بنستهدف. مش عايز ابين ان انا باتاك الكيدز او حاجه. برافو عليكم ان انتم معلمينهم، برافو عليكم ان انتم مجرئينهم. بس عايز اقول حاجه، الاطفال دي هل هتعيش طفولتها؟ بس انا ده خوفي ان هم يتاخدوا كاكزامبل للاطفال، فنلاقي الاطفال بدل ما هي عايزه تعيش الطفوله بتاعتها وتروح ملاهي وتعمل وتسوي، مع ان انا عارف ان دول اكيد بيعملوا كده. يعني انا اتمنى لو خلفت يطلعوا ولادي كده، يطلع اخلف ولد ده ايه هسميه سي اف او في اللفه. انت اسمك سي اف او وليد مصطفى، انا ما عنديش اي مشكله مع حضرتك. برضو والفيديو شغال قعدت افكر ان انا يعني مشكلتي مع الفيديو ان الاطفال دي مش هتعيش طفولتها. لقيت ان احنا كل جيلنا لا عاش طفولته ولا كبرته. يعني احنا لا كبوره ولا طفوله، احنا ما عشناش برضه. فانا مش عارف هو انا متضايق على الطفوله ولا انا حاسس بحقد طبقي دلوقتي. مش عارف. احنا بالفلوس اللي هناخدها هيكون عندنا كوست كتير. من ضمن الكوست دي هي اول حاجه اللي هي ستارتر كوست، ان احنا لازم نعمل الورق الرسمي. ولا ده مش كلامك يا ولا قفشتك. انا عايز اقدم على دكتوراه في المدرسه اللي هم فيها. دكتور انا ممكن اخد ماسترز في مدرستكم دي. مين معانا يا شاركس؟ انا معاك. هي الفكره بقى، يعني قد يكون محتوى استفزازي شويه لشاب عنده 30 سنه عايز يفتح مشروع وبيستراجل وتعبان جدا في حياته، فيتفرج على برنامج شارك تانك يلاقيهم بيشجعوا اطفال عندهم 12 سنه يعملوا هوديز. وبعدين انا فجاه ملاحظ ان احنا بنتعامل مع الهوديز كانها حاجه جديده. يعني كان واو ده حاجه الهوديز اتهرست حبيب قلبي انت بس عشان صغير. ده التيك توكرز قرفوا كل تيك توكر فتح ستارت اب هودي السنه اللي فاتت. فالفكره حتى لا الفكره جديده ولا اللي بيحصل ما اعرفش. انا ما زلت برضو مش قادر اقول ان الموضوع ده غلط او صح لسه بصراحه. الشاركس استميلوا عاطفيا من حته ان هم اطفال. انا نفسي استميل، يعني انا شويه وهقوم ابوسهم واشتري منهم دلوقتي حالا والله. ممكن اعمل لهم على الانستجرام كمان بوش. بس حاسس ان في حاجه غلط. انت عايز كام؟ 100000 جنيه بكام؟ 100000 جنيه مقابل 20%. انا رايي كل واحد فينا يخش ب 100000 جنيه. السيناريو اللي جاي ده لما عمك الساخي جدا يجي لكم البيت، بس عندكم واحد قريبكم ايام انا وانا صغير قدهم كان اسمه عم عادل. عم عادل ده بيقف في وش الرزق يوقفه. يعني كنا في العيد مثلا يجي جدي هيدي لنا فلوس كتير جدا، يطلع عم عادل يقول لا ادوا الواد ده فلوس اقل، الفلوس مفسده ايه لطفل؟ هتفسد طفل. يعني دلوقتي احنا انا شايف قدامي جالهم اوفر ان كل واحد من الشاركس يدي لهم 100000 وهم طالعين اصلا عايزين 100. رزق اهو جالهم. اسمع بقى اللي جايه. معلش انا شايف ان بالنسبه لهم ما ينفعش ان احنا ناخد كنترول عليهم. نديك دلوقتي المبلغ اللي انتوا عايزينه. انا خايف من وقف الرزق خلاص. معلش الرزق خلاص وقف. قال لك لا هي 100000 كفايه. سيبهم ياخدوا 400 ينبسطوا بالفلوس، سيبهم يخسروا حتى في المشروع. ما انتوا حلوين اهو. عايز اقول بس لاي حد طمعان بقى ان هم يبعتوا له حاجات مجانا وكده، لو انت طمعان ان انت تاخد حاجات مجانا منهم، فعايز اقول لك ان ده صعب، والمجاني الوحيد في الموضوع تعليمك. ارجوك ما تحصلناش زياده عن كده. في نهايه هذا الفيديو خلينا نقول انه حلو جدا يبقى عندي اطفال متعلمين بهذا الليفل، بس مش حلو جدا ان يبقى في اطفال مش عايشه عمرها. حتى لو الطفل ده بيمانج الاثنين، فانت دورك كطفل ان انت تتعلم وتطور نفسك وتمانج طفولتك. فبرضو انا بجد والله نفسي حد من لجنه الامومه والطفوله، في لجنات كده حد يفهمنا. انا مش عايز ادي راي في الموضوع، بس انا حاسس ان في حاجه غلط. نفسي اعمل اي مشروع دلوقتي واروح لشارك تانك واقول لهم انا عايز 30000 جنيه، فهم الثلاثه يتفقوا يقول لك هنديك 120000 جنيه، فيطلع الشركه ده يقول لي لا مش هنديك حاجه، روح. شكرا.